الحسن السفاك، الحسن السفاك، الحسن السفاك. وأنه السكين وصل العظم، شافوها في وجهي، سمعوها من كلامي، وتشبعوا بها من الرنان تاع الصوت ديالي. واش المغاربة رجعوا خفاف؟ رجعتوا دراري؟ وصلنا لهذا الحد. وصلنا لاش؟ باش بواسطة إما الأطفال أو الأوباش. الأوباش نظر، حسيمة، تطوان، قصر الكبير. الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة، واستعملوا في مراكش كما هو الشأن عند جميع المشاغبين، استعملوا الدراري الصغار هما الاولين نزيدوهم في المظاهر. وسيدي انا تنقول لكم دوك الاوباش راه مشاو للحبس، والدراري خصهم يعرفوا هاد الدراري والطلبه والتلاميذ راه من اجلهم باش غلات المعيشه كذلك. وتنقول للدراري الصغار اللي تيسيروا من الناس لا باقيش يعاودوا يتمازحوا معنا، راه الامر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. وتنقول للاساتذه راه معروفين انهم اللي تيقولوا يديروا الاضراب ويخرجوا للزنقه، على ان الاساتذه راه منهم الكثير تدحى. خص الاساتذه يعرفوا انه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون اللي هذه مده وحنا عايشين عليه في الحمايه واكدوا الاستقلال، وانه المروج تاع اكاذيب او القائم باعمال من شانها انها توقع خلل بالامن العام راهم تيتعاملوا اقصى معامله. كنذكركم تنهضر واحد النهار مع سيدنا الله يرحمه، كان تيقرا الجرائد نتاع المعارضه، قلت له سيدي واش سيدنا خصو يكون منطقي مع نفسه ودابا سيدنا الا كنتي مثلا هابط للمدينه تصلي وقالوا لك راه مليون ديال الناس موقف في الطريق، 800,000 غادي يقولوا يحيى الملك و200,000 غادي يصفروا بهذا الوقت، انا عقل قال لي اخويا ما نهبطش، هذه الا كانت هذه وقت قلت الحياه وقتك هذه ما انا بعدا ما نهبطش. يو انت شنو نعمل سيدي؟ العرض بان الاغلبيه غتقول يحيى والاقليه غتقول يسقط، نهبط. وما حدي غادي في المشروعيه دوك اللي قالوا يسقط نخلي ضربه باهو بكل صراحه. اذا نكونوا عافاكم متفقين على شيء. والناس ديال الشمال راه عرفوا ولي العهد، وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي مولفين به. ما انا كنعرفو هما تعرفون كيف يا عم. اهل مراكش انا كنت كنقرر نمشي نرتاح في مراكش، ما بقيتش غادي عند مراكش، ماشي خايف منهم، خصهم يرجعوا الى عن غيهم. الحسن السفاك. والسلام عليكم ورحمه الله.